واحد مرة قال لي انه خلي بالك يا باسم، ولادك بيترجموا حب، بيستهجوا حب، واو قاف ت، وقت. عشان تحبهم اديهم وقت، ما تقولهمش ان انت بتحبهم. فاكر في مرة سنة 2017 كان في ماتش مصر والكونغو، افتكر اغلبيتكم ممكن يبقى اتفرج على الماتش ده، لان الماتش ده كان لازم نكسبه عشان نوصل كاس العالم. فاكر وقتها واحد صاحبي اسمه شريف كلمني، باسم ازيك يا شريف، ايه اخبارك، عامل ايه؟ قلت له انا تمام. قال لي بقول لك ايه، احنا هنتفرج على الماتش ده، ماتش مصر والكونغو، عندي في البيت، انا عامل قعده عازم فيها كل الشله ومستنيك. قلت له تمام يا شريف، انا جاي، انا متحمس جدا جدا. روحت البيت لقيت ابني جاي لي بيقول لي بابا انا عايز اعزم اصحابي ونتفرج على الماتش. قلت له ماتش ايه يا حبيبي؟ قال لي ماتش مصر والكونغو. قلت له فين؟ قال لي في البيت. قلت له طيب ماشي مفيش مشكله، هاتهم وتعالى، ايه المشكله؟ قال لي لا بس ماما قالت لي لو هتعزم اصحابك لازم تتاكد ان بابا هيبقى في البيت، فانا عايز اتاكد ان انت هتبقى موجود عشان هم ولاد كتير. قعدت افكر واقول له طيب ماشي اعزمهم يا سيف، هو انت قلت لهم؟ قال لي لا. قلت طب كويس، يا رب يقول لهم ويقولوا له لا احنا مش جايين او هنتفرج مع اهلنا. بس بعد ساعه لقيت له جاي بيجري وبيضحك جامد قوي، بيقول لي بابا اصحابي كلهم جايين. قلت له اصحابك كلهم جايين؟ قال لي اه. قلت له طيب يا سيف انا هقعد معاك. قعدت معاه وفكرت وقتها انه بما ان ده ماتش مش بيحصل كتير وان احنا مش بنوصل كاس العالم كتير، هحط له كاميرا صغيره كده هو صوره هو واصحابه، واصور انفعالاتهم، اسجل انفعالاتهم خلال الماتش، ويبقى عندنا فيديو كده تذكار. افتكر ان هو هيبقى لذيذ لو كسبنا الماتش، ما كنتش عارف هنكسب ولا لا. فعلا احداث الماتش كانت جميله جدا، اصحابه دخلوا صورتهم بيقولوا بلادي بلادي قدام التلفزيون وكانوا متحمسين قوي. وبعدين محمد صلاح جاب جون، بس بعد شويه لو تفتكروا الكونغو اتعادلت. وقتها انا فاكر وانا بصورهم كنت متضايق جدا وعمال اقول يا هيقولوا على سيف ده انت وشك نحس، احنا مش هنجيلك تاني. كنت متضايق جدا وعمال اصلي يا رب نجيب جون عشان نكسب واليوم ده ينتهي على خير. وفعلا محمد صلاح جاله بينالتي في اخر دقيقه وحطه وكسبنا ورحنا كاس العالم. ونزلنا انا فاكر يوميها في الشارع زمامير وزغاريت والولاد يعني الحقيقه كانوا انبساط غير عادي وبينطوا على بعض وبيضحكوا. في الاخر تاني يوم عملت لسيف فيلم صغير كده، قلت له سيف ادي ده لاصحابك مكتوب عليه الطريق الى روسيا. اتبسط جدا جدا. فاكر يوميها بالليل جه وحضني وقال لي بابي انا مبسوط قوي قوي قوي، اشكرك ان انت قعدت معانا، احنا اتبسطنا قوي. اصحابي كلهم كلموني وقالوا لي قد ايه هم اتبسطوا قوي في اليوم ده، كان حقيقه يوم مميز قوي قوي قوي. بس القصه ما خلصتش هنا. تاني يوم بكلم صاحبي فاكرين اللي كان عازمني قبل كده، قال له الو ايوه شريف ازيك؟ قلت له انا تمام، سوري قوي يا شريف ان انا ما جيتش امبارح. عارفين رد فعله كان ايه؟ قال لي ايه ده انت ما جيتش؟ ساعتها قعدت افكر، هو انا كنت اروح اتفرج على الماتش مع اصحابي اللي في الغالب مش هياخدوا بالهم قوي انا جيت ولا لا، في الوقت ان انا كنت ممكن اقول فيه لا لابني اللي اعتقد كان هيفرق معاه قوي ان انا اكون معاه. ابتديت من ساعتها اركز في العباره بتاعت الاولاد بيترجموا حب وقت، بيستهجوه واو قاف ت. لو انت عايز يبقى عندك علاقه مع ابنك ومع بنتك، دي بتستلزم منك وقت، مش بالكلام، مش باللعب، مش بالهدايا، انما استثمر وقتك مع اولادك، قضي معاهم وقت، ابذل من نفسك، خليهم يدركوا ان انت مش اناني، خليهم يدركوا ان هم اهم حاجه في حياتك. وانت بتاخد اي قرار فكر كويس قوي ايه تاثير قرارك ده على المقربين اليك، على الناس اللي انت بتحبهم. وصدقني في كل مره لما تاخد القرار الصح ده هيوطد قوي العلاقه بينك وبين زوجتك وبينك وبين ولادك. ساعتها لما ولادك يكبروا ويبقى نفسك ان انت تشاركهم بافكار عندك، هيسمعوا كلامك وهتلاقي ان انت قادر تتواصل معاهم بشكل افضل.